تفتكر لو كنت كملت في الحاجة اللي بدأت فيها السنة اللي فاتت، تفتكر كنت هتبقى فين دلوقتي؟ يمكن كنت وصلت لهدفك، يمكن كان حياتك اتغيرت. خليني أسألك سؤال: كم مرة بدأت في حاجة في حياتك بحماس رهيب وبعد أسبوعين الحماس ده اختفى، سواء رياضة أو مذاكرة أو الالتزام على ورد من القرآن؟ في أول أسبوع بتبقى ملتزم جدا، وبعد أسبوع أو اتنين بتقول لنفسك أنا مش قادر أكمل. ليه بنبدأ وبتبقى نار الحماس مولعة، وبعد أسبوع أو اتنين نار الحماس دي بتتحول لتراب؟ ولكن السر هنا مش في البداية، السر هنا في الاستمرارية. في الفيديو ده أنا مش هقولك إزاي تبدأ، أنا هقولك إزاي تستمر، ازاي تفضل ثابت ومستمر حتى لما الحماس يختفي، وحتى لما الظروف كلها تبقى ضدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام جابر ودي حلقتنا النهاردة. بص تعالى نبدأ من منظور علمي شوية. الاستمرارية مش مجرد قوة إرادة، دي عملية في المخ بيسموها العلماء نيورو بلاستيستي، أو بمعنى صح مرونة الدماغ. العلماء بتقول إن المخ بيتغير بالشكل اللي إحنا بنكرره. يعني إيه؟ يعني كل مرة بتعمل فيها نفس السلوك أنت حرفيا بتبني سلك جوه دماغك. مع التكرار ومع الوقت المخ بيبدأ يشوف السلك ده أو يشوف العادة دي كأنها الطبيعي. في دراسة اتعملت سنة 2000 بتقول إن الناس اللي بيتعلموا بشكل يومي البيانو لقوا إن بعد أسابيع بدأ يحصل تغيرات في الجزء المسؤول عن الحركة في المخ. وده معناه إيه؟ ده معناه إن أي عادة جديدة بتكتسبها أو أي عادة جديدة بتحاول تكونها بتخلق مسار جديد جوه المخ، ولكن مع التكرار المسار ده بيبدأ يقوى والمخ بيبدأ يشوفه كشيء طبيعي. عشان كده العلماء بيقولوا إن العادة مش محتاجة قوة إرادة، العادة محتاجة تكرار. يعني السر مش انك كل يوم تبقى قوي، السر انك تعمل العادة دي كل يوم حتى لو انت مش حاسس بالقوة. نيجي بقى للجزء النفسي. ليه الحماس بيخلص بسرعة؟ عارف لما تروح الجيم اول اسبوع وتشتري لبس جديد وبعد اسبوعين اللبس ده بيبقى مكانه الدولاب؟ هو ده حرفيا اللي بيحصل في دماغك لما تعتمد على الحماس بس. ده ببساطة لان الحماس ما هو الا مجرد شعور، والشعور بطبيعته متغير، ولكن اللي بيفرق هو السلوك. في حاجه اسمها ذا موتيفيشن سايكل او دوره الدافع او دوره الحماس، بتقول انك اول ما بتبدا في حاجه او اول ما بتبدا في حاجه معينه الحماس بيبقى مستواه عالي جدا، ومع الوقت الحماس ده بيكاد ان هو يوصل للصفر. وده زي ما قلنا لانه شعور، والشعور دايما متغير. الناس اللي بتنجح ان هي تستمر ده مش لان عندهم دافع قوي او حماسهم عالي مثلا، لا، ده لانهم بيعملوا الحاجه المطلوبه منهم او بيعملوا الحاجه اللي المفروض يستمروا عليها حتى لو هما مش عندهم دافع او هما مش عندهم حماس. جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذريه، وبرضه اتعملت دراسه على نفس الموضوع ده في جامعه ستانفورد. الدراسه دي كانت بتقول ان الناس اللي بيركزوا على الهويه مش على النتيجه بيكون عندهم القدره ان هم يستمروا لمده اكبر. يعني بدل ما تقول انا عاوز ابطل سوشيال ميديا قول انا شخص مش بيضيع وقته. انا مثلا عايز اقرا ساعه في اليوم قول انا شخص قارئ. طيب ليه؟ ده ببساطه لانك لما بتربط الفعل بالهويه الاستمراريه بيكون شيء اساسي مش مهمه اضافيه بتعملها. الفرق بين الشخص اللي بيقول انا عاوز ابطل والشخص اللي بيقول انا مبطل هو الفرق بين المؤقت والدائم. ومن ضمن الاسباب اللي بتخلينا نوقف او بتخلينا مفيش استمراريه هو اننا بنحط اهداف كبيره جدا جدا. يعني مثلا انك تحط لنفسك انك تقرا ساعه كل يوم، تيجي يوم انت مش قادر تقرا او يوم حصل لك ظرف مثلا وما كانش عندك وقت تسيب القراءه خالص. لكن الصح انك تعمل زي ما قال جيمس كلير، هو انك تعمل تغيير بسيط جدا 1% مثلا، ولكن تستمر لمده سنه او تعمل الشيء ده بشكل يومي لمده سنه مثلا. هتلاقي ان انت حققت نتائج كبيره جدا. ببساطه عاده صغيره يوميا تكررها لمده سنه الناتج بتاعها هيبقى كبير او هيبقى ضخم. الاستمرارية مش بس في الدراسة أو في القراءة أو في الرياضة، الاستمرارية في جميع جوانب الحياة. في العلاقات مثلا العلاقة الناجحة مش محتاجة كل يوم مفاجأة أو كل يوم هدية كبيرة جدا، إنما هي محتاجة اهتمام والتزام بسيط جدا بس بيتكرر كل يوم. الشغل مثلا الناس اللي بتنجح في الشغل مش الناس الأذكياء أو مش الناس الأقوياء، الناس اللي بتقرر تكمل لما الكل يوقف، الناس اللي بتقرر تكمل لما مبيبقاش عندها دافع. شركة نايكي مثلا فضلت 20 سنة 20 سنة شغالة من غير ما تحقق اي نجاح ضخم او اي نجاح كبير. 20 سنه كامله شغاله مستمره ما بتعملش حاجه غير ان هي بتطور من نفسها يوم ورا يوم لحد ما النجاح تلقائي جه. في العبادات برضو الاستمراريه هي السر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني ربنا بيحب العمل اللي تقدر تكمل عليه حتى لو كان بسيط. طيب انا ازاي ابني العاده بقى؟ العلماء بتقول انك تقدر تبني عاده او تقدر تستمر على عاده معينه بخمس خطوات بس. رقم واحد هي انك تبدا بشيء بسيط جدا جدا يوميا. العلماء اكتشفوا ان المتوسط لبناء عاده هو 66 يوم مش 21 يوم زي ما كل الناس فاكره. يعني ببساطه لو قدرت تستمر على العاده دي شهرين بس المخ هيبدا يشوف العاده دي كروتين طبيعي. تاني حاجة هي انك تربط العادة بعادة موجودة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت واحد بتشرب قهوة يوميا الصبح،
خلاص دي كده عادة موجودة، نقدر بقى ان احنا نربط بيها عادة تانية، مثلا زي انك تقرا وانت بتشرب القهوة. كذلك بقى تبدأ تدور على اي عادة من العادات الصحية او العادات الثابتة في يومك، وتبدأ تضيف معاها عادة جانبية تقدر تعملها. تالت حاجة هي انك تحط لنفسك مكافأة. المخ بيحب المكافآت السريعة، يعني مثلا لما تبدأ تخلص عادة معينة او تبدأ تلتزم بعادة معينة، تحط لنفسك مكافأة بعدها. يعني مثلا تشجع نفسك، تحط لنفسك هدية بسيطة بحيث ان انت تقدر تستمر على العادة دي، او العادة دي تكون محببة لمخك لانه عارف ان بعد ما يخلص العادة دي او بعد ما يعمل العادة دي ليه مكافأة بعدها، وده اللي بيعزز عندك هرمون الدوبامين اللي بيخلي الاستمرارية اسهل عليك. رقم 4 هي انك تسجل التقدم بتاعك. مجرد انك تشوف نفسك على تقويم او على اي برنامج بتسجل عليه عاداتك، تلاقي نفسك مستمر فترة معينة او فترة كبيرة، ده بيخلق عندك نوع من التحفيز اللي بيديك دفعة لقدام. رقم 5 تقبل انك هتغلط. للاسف مفهوم الاستمرارية مربوط دايما عند الناس بالصورة المثالية، وده شيء غلط تماما. يعني الاستمرارية لا تساوي نهائيا الكمال. يعني لو وقفت يوم او يومين لاي ظرف من الظروف، كمل كأنك ما وقفتش. العلماء بتقول ان الاشخاص اللي بيغلطوا بس بيرجعوا بسرعة بيكملوا بنسبة 90% اكتر من الاشخاص اللي بيحاولوا يبقوا مثاليين. وخليك دايما فاكر ان الاستمرارية مش موهبة. الاستمرارية ما هي الا عبارة عن عادة او مهارة بتبدأ ان انت تتعود عليها يوميا او تتدرب عليها يوميا. النجاح بيكافئ اللي كمل مش اللي بدأ ازاي. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو لاصحابك، وما تنساش تدعي لوالدي بالرحمة. سلام عليكم.